مشكله كبيره بيقع فيها ناس كتير من الملاك العربيات اما بيجوا يشغلوا، اما بيجوا في خبطه في الراديتير او في الصدر بتاع العربيه بيضطروا يحلوا وش العربيه بالكامل عشان يعرفوا يطلعوا الراديتير. ولكن في تركية صغيره باشمهندس خالد هيقول لنا عليها. اهلا وسهلا. ازيك يا هندسه؟ الحمد لله. قول لي ازاي بتقدر تحل الراديتير بحيث ان احنا نفيد الناس تمام اللي هم ما يضطروش يعني يحلوا وش العربيه بالكامل عشان خاطر يعرفوا يطلعوا الراديتير لو في خبطه او في حاجه عايزه تتغير يعني. تمام. بص يا استاذ احمد، الراديتير في ودن هنا ماسكه في الصدر اللي احنا اتكلمنا عليه اصلا، هي لما المطب تاخده بيكسر الصدر ده. تمام. الودن دي بتبقى راكبه جوه في الصدر. حلو. وراكبه من هنا بمسمار. مسمار ايه بقى؟ المسمار ده توريكس 35 اسمه راكب جوه. توريكس الانكي توريكس 35. الانكي توريكس 35. ده بيبقى مربوط من هنا ماسك الودن. عايزين نشاور عشان الصناعيه تبقى عارفه. مش هتبان. لا مش هتبان. هو تحت هنا على طول، تحت المسمار بتاع الفانوس على طول. تحت المسمار بتاع الفانوس. تمام. هو المفروض الوش كله بيتحل عشان نوصل للمسمار. الوش كله بيتحل عشان نوصل للمسمار. وبحيث ان احنا نتفادى ان احنا ما نحلش سربنتين التكييف عشان ما يفضيش الفريون. تمام. فاحنا بنحل الراديتير من غير ما نفضي فريون العربيه، من غير ما نحل الوش خالص. تمام. بس طيب لو احنا حلينا بيبقى النتائج المترتبه على ذلك اللي هو هيضطر يفضي فريون. بالظبط. طبعا تكلفه كبيره. بتبقى متوسط كام بقى التكلفه لو هو يعني من 800 ل 1400. فاحنا كده وفرنا عليهم 1400 جنيه مثلا. تمام. غير في حاجه ثانيه ممكن؟ غير طبعا وفرنا حل كمان المصنعيه. لا كمان المقاسات ساعات ما بتبقاش متظبطه قوي، بيبقى مثلا اكسدام في ودن مكسوره، اول ما بنحل طبعا ما بتتظبطش. تمام. فبنرجع بقى نشوف ايه العيب ونصلحه. فاحنا بنتغاضى عن كل ده، بنسيبها زي ما هي، انا بس بنحل الراديتير. شكرا يا هندسه وجزاك الله خيرا. شكرا لكم جميعا.